شو هي الأشياء اللي ممكن تعطيك طاقة بشكل كبير جدا؟ أول هذه الأشياء اللي ممكن تعطيك طاقة بشكل كبير جدا هو ضوء الشمس. ضوء الشمس أنت تحتاج هنا لضوء الشمس، لأن ضوء الشمس يا جماعة تعطيك طاقة بشكل كبير جدا. هذه أولا. ثانيا الطعام الصحي. الطعام الصحي بتعطيك طاقة كبيرة جدا، ولما تتمرن كل يوم، لما أنت تقوم بالتمرين كل يوم هنا أيضا تعطيك طاقة. وأيضا شرب الماء. شرب الماء لازم أنت تشرب على الأقل، هذا معروف، لازم تشرب على الأقل من 2 لتر ماء إلى 3 لتر يومي. لأنه هنا لما أنت تشرب 2 لتر ل 3 لتر يومي أو تعطيك طاقة بشكل كبير جدا. وأيضا من الأشياء اللي بتعطيك طاقة لما أنت تتنفس هواء نقي. وأيضا من الأشياء اللي بتعطيك طاقة وهي الصلاة. الصلاة لما أنت تقوم بالصلاة في وقتها، أو صلاة يعني إذا أنت فاتك صلاة وقمت بالصلاة، فهنا هذه الصلاة أيضا تعطيك طاقة بشكل كبير جدا. وأيضا التنفس العميق والنوم المنتظم والإبداع والعيش في اللحظة الحالية، كل هذه الأشياء تعطيك طاقة بشكل كبير جدا. ولكن شو هي الأشياء اللي يمكن تسحب طاقتك؟ شو هي الأشياء اللي يمكن تسحب طاقتك؟ مثل الأشياء اللي يمكن تسحب طاقتك الخوف والتوتر. لما أنت تحس بخوف والتوتر وتفكير زائد وتفكير مفرط في شيء معين، وأيضا الفوضى والأكل غير صحي والخمول والسوشيال ميديا اللي بتقعد عليها فترة طويلة جدا، سوشيال ميديا والشك والمقارنة والعيش في الماضي، كل هذه الأشياء بتسحب طاقتك. فعليك أن تبتعد عن التفكير في الماضي، دائما فكر في الحاضر، فكر في المستقبل. فكل هذه الأشياء راح تبعد عنك سحب الطاقة من عندك. لازم أنت تاخذ طاقة بشكل كبير جدا عشان انت تشعر انك مرتاح نفسيا. فانت لازم تقوم بالاشياء اللي بتعطيك طاقة، مثل ما قلت لك ضوء الشمس، الاكل الصحي، الصلاة، شرب الماء بشكل كبير جدا من 2 لتر ل 3 لتر. كل هذه الاشياء تعطيك طاقة. لما انت تقوم بالنوم المنتظم وتقوم انت بالابداع، هنا ايضا تحصل على طاقة بشكل كبير جدا.